إخواني أخواتي، السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا السي بن فخور الصحفي ليه يوضح للعالم بأسره طريقة المغاربة في التعامل ديالهم مع الملك ديالهم، والرؤية ديال المغاربة في تقبيل اليد والكتف والتحية والسلام أمام صاحب الجلالة. شكرا على تفهمكم، وكل كبران يدخل سوق راسه. كان عندنا في دستورنا كلمة كبيرة جدا كان فيها شخص الملك مقدس. لا زال الناس اسمع نحن نتحدث عن التقديس. اما التحية هذه التحية اخي، انتم مالكم المغاربة هذه طريقة. لا، المغاربة نفسهم معترضين عليها. الذي يعترض لا يقبل يد الملك. حتى بعض وزراء عندك وقعوا على هذا. فليوقعوا المغاربة. شوف، المغاربة يعني يسلمون على الملك باحترام، بعضهم يعبر عن هذا الاحترام لا بركوع. اسمع، بعضهم يعبر عن هذا الاحترام بتقبيل الكتف. هذا افعله انا ما عنديش رغبة نسلم على الملك في يدي. اسمح لي يا سي احمد، الملك ليس صديقي، الملك هو ملك ديالنا، ونحن عندنا في مرتبة عالية. لا يقدس. اسمع، وعادتنا نقبل يد آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالتنا وعماتنا وأخوالنا وأعمامنا والرجل الكبير والفقيه والشيخ. نحن المغاربة لا تعرفون، أنتم لا تعرفون هذا في الشرق، براحتكم. نحن نقبل اليد كثيرا. أنا قبل يدي زي ما أنت عايز، قبل كتفي زي ما أنت عايز، لا تركع إلا لله. أنا لا أركع إلا لله، ولا تقدس إلا الله. لا اسمع، أنا لا أركع إلا لله ولا أسجد إلا لله، والمغاربة كلهم لا يركعون إلا لله.